ناس كتير قوي في الفيديو اللي فات كانت زعلانه قوي ان انا بقول كل فيديو اعملوا سبسكرايب ومش هتخسر حاجه واليوتيوب مش هيدفعك حاجه، انزل اعمل سبسكرايب ومش عارف ايه. اكيد انتوا اخدتوا بالكم ان انا بهزر. اول حاجه، تاني حاجه، لقيت ناس بتقول انت وصلت 990 الف سبسكرايبر ولا 900 ما اعرفش كام 90 الف سبسكرايبر، هو انت هتنهب؟ ما خلاص كفايه وبتاع. حاجه غريبه جدا، يعني ايه خلاص كفايه؟ مش فاهم. هو الانسان بيعيش عشان يعمل ايه؟ يعني لو اي حد اكتفى بالحاجه اللي معاه وما بصش ان هو يزود الحاجه اللي معاه او يطور من الحاجه اللي معاه، يطور من نفسه، حتى عمره ما هيوصل لحاجه. عمرك ما هتوصل لحاجه، بل بالعكس بقى، ان الحاجه اللي معاك دي هتروح. يعني الحاجه اللي معاك اللي انت قلت خلاص تمام الحمد لله انها معايا، هتروح ازاي؟ انا مش فاهم. اكيد انتوا عرفتوا ان انا بهزر في كل فيديو، ان انا انزل اعمل سبسكرايب وبتاع، عشان انا لاحظت ان الناس ما بتعملش سبسكرايب لان انا مش بطلب. يعني فاهم الفكره؟ انا مش بطلب سبسكرايب، فالناس ما بتعملش سبسكرايب. ده قانون في اليوتيوب معروف جدا، ان انت لما بتطلبش سبسكرايب الناس بتنسى تعمل سبسكرايب، فاهم؟ فانا ايه، جبتها بشكل هزار، فاهم؟ انا بهزر معاكم، بقول لكم اعملوا سبسكرايب. فانزل تحت دلوقتي حالا اعمل سبسكرايب ولايك للفيديو ده لو عجبك، او لو ما عجبكش هتعمل لايك وسبسكرايب عادي جدا، مفيش اي مشكله. وهعيد تاني، اليوتيوب مش هيدفعك حاجه ولا انا هدفعك حاجه، فانزل تحت اعمل سبسكرايب، وانت طالع كده اعمل لايك للفيديو. خلينا نبدا بقى المقدمه الطويله دي. مبدئيا ازيكم، عاملين ايه؟ ايه رايكم في الاضاءه دي؟ سالتكم برضو في الفيديو اللي فات عن اذا كنت اعمل الاضاءه الخافته الورم كده شويه، ولا انور السيت اب او اخليه انوار والوان وبتاع. معظمكم اختار اللوك ده، فقولوا لي برضو رايكم تحت في الكومنتات. طيب، في الفيديو ده انا هتكلم عن حاجات انا شاريها من 2016 و2017، يعني تقريبا بقالها من 6 ل 7 سنين معايا وما خذلتنيش تماما. الحاجات دي شغاله بكامل طاقتها لغايه دلوقتي، احنا تقريبا في نص 23، فالحاجه دي بقالها 6 و7 سنين معايا، ما خذلتنيش خالص، ما عملتش حركات قرعه، ما هنجتش، ما عملتش حاجه. ومش شرط انها موبايلات، هي حاجات تكنولوجي بشكل عام، اذا كانت كاميرات، كيبوردات، ماوسات، الحاجات دي كلها هنتكلم عليها. طيب انا بعمل الفيديو ده ليه؟ اولا عشان تستفاد من الحاجه لو انت عايز تشتري المنتج اللي انا بقوله دلوقتي. تاني حاجه، بفتح الباب ان الناس ممكن تشتري حاجات مستعمله. دلوقتي في الفتره اللي احنا فيها دي الحاجات الجديده غليت جدا، فممكن بمنتهى البساطه لو انت معكش فلوس تشتري الحاجه الجديده، تروح للحاجه المستعمله اللي انا هقولها لك النهارده. انزل اعمل سبسكرايب ولايك. لو انت بتتضايق من الكلمه دي معلش ما تتضايقش. اول حاجه هنتكلم عليها النهارده وهي الكيبورد دي. انا لما جبت الاي ماك في 2019 كان جاي معاه الكيبورد بتاعت ابل الرفيعه، زرايرها وحشه جدا، الترافل ديستنس او المشوار اللي بياخده الزرار قصير جدا، واحساس الكيبورد نفسه ما كانش حلو خالص. وانا كنت متعود من 2016 على الكيبوردات الميكانيكال. الكيبورد اللي كانت جايه مع الاي ماك دي تحسها كيبورد بتاعت لابتوب رديء كمان. وبعد بحث كتير جدا لقيت هذه الكيبورد، الكيكرون او كيشرون، انا مش عارف تتنطق ازاي، والموديل بتاعها هو الكي 2. الكيكرون خلينا نقول عليها كيكرون اسهل. دي كيبورد مش كامله، ما فيهاش النمبر باد، ودي كانت حاجه مضايقاني، بس هي كيبورد شيك. طبعا زي ما انتم شايفين هنا هنلاقي لون الزراير جراي غامق على جراي فاتح، وعاملين لقطه كده، هي زرار الاسكيب عاملينه باللون برتقالي. زرار السكيب هنا باللون البرتقالي، تمام. الكيبورد دي زي ما انا قلت هي وايرلس، بتشتغل وايرلس، وبتتشحن هنا من خلال اليو اس بي سي. لو شحنتها بتقعد مثلا في الشحن 3-4 ساعات، وانت بتستخدمها عادي بتقعد في الشحن 3-4 ساعات، والبطاريه هنا بتقعد تقريبا شهر من غير ما اشحنها. الكيبورد هنا ميكانيكال، وبتيجي بالشاري ام اكس ريد سويتش، وانا اخترت الريد لان كان معايا كيبورد ريد سويتش برضو كنت بحبها جدا، فيعني مش موضوعنا. المهم ان الكيبورد صوتها حلو جدا، يعني بصوا زي ما انتوا سامعين، بتديني ساتسفاكشن كده او بتديني راحه نفسيه وانا بكتب عليها، زياده لان الكتابه عليها بتكون مريحه جدا، وبتحس بكل زرار او بكل حرف انت بتكتبه. كيبورد فيها باكلت، هو لون واحد لون ابيض، في منها نسخه الار جي بي، بس انا عشان انا جايبها للشغل وماك وكده مش جيمنج يعني، فجبت اللون الابيض. الاضاءه بتاعتها قويه جدا، ما فيهاش اي مشكله. وكمان الكيبورد دي ممكن تشتغل على الماك والويندوز، يعني هي مش بتاعت ماك بس، وممكن تشيل زرار الاوبشن والكوماند ده وتحط الالت والكنترول بتوع الويندوز عادي جدا. كمان ممكن تشغلها وايرلس وتشغلها بالكابل. والحقيقه من ساعه ما اشتريتها في 2019، يعني احنا بقالنا دلوقتي داخلين على 4 سنين ونص، الكيبورد دي ما عملتش معايا اي مشكله خالص. كيبورد ريلايبل جدا، وصوتها كل ما بكتب عليها الصراحه صوتها حلو قوي قوي قوي، تقعد تخبط عليها كده، فاهم؟ كيكرون كي 2 كيبورد ممتازه جدا.
واحنا بنتكلم على الكيبوردات لازم ما ننساش هذا الماوس العظيم. الماوس ده انا جبته في 2016 من قبل ما ابدا القناه تقريبا. الماوس ده هو الام اكس ماستر 1، اول نسخه خالص من الام اكس ماستر. نزل الام اكس ماستر 2 وال2 اس وال3 تقريبا، انا و4 او 3 اس حاجه كده، انا مش مهتم، فاهم؟ انا مش مهتم. هو الام اكس ماستر ده من ساعه ما جبته في 2016 من قبل ما افتح قناه وهو شغال الحمد لله زي الفل. انا حاسس ان بعد الفيديو ده كل اللي انا بقوله ده هيبوظ، كل الحاجات دي هتبوظ، ربنا يستر يعني. اقول له ما شاء الله. تمام. الام اكس ماستر ساعتها كان ماوس غالي جدا، تخيلوا في 2016 قبل التعويم الاولاني خالص لما الدولار كان ب 7 جنيه تقريبا او 7 جنيه ونص، انا دافع في الماوس ده 1000 جنيه مستعمل، يعني انا جايبه مستعمل ودافع فيه 1000 جنيه، فكان رقم ساعتها كبير جدا بالنسبه للماوس. ولكن تخيلوا بقى انا استثمرت 1000 جنيه في 2016 ولغايه دلوقتي الماوس الحمد لله شغال معايا بقاله 7 سنين ونص. 7 سنين ونص الماوس ما قالش بم بجد. بصوا اصلا الماوس عامل ازاي، انا عمري ما نضفته، عمري ما عملت فيه اي حاجه، عمري ما فكيته، عمري ما اي حاجه. الشحن بتاعه يا باشا يخلص احطه في الشاحن يقعد معايا شهرين، الشحن يخلص احطه في الشاحن ساعه مثلا ساعه ونص يقعد معايا شهرين بدون اي مشاكل خالص. الماوس ده برده ممكن توصله على 3 اجهزه من خلال الزرار اللي ورا ده، وكمان السنسور بتاعه هنا من نوع الاوبتيكال مش الليزر. عارفين ماوس ليزر؟ عايز ماوس ليزر خد. الماوسات الليزر للاسف هي مش اكيوريت او مش دقيقه قوي ان هي تشتغل او ان انت تعمل بيها الديزاين، مثلا ان انت يبقى حركه الماوس دقيقه معاك. لا، هنا السنسور بتاعه اوبتيكال، وكمان الارجونومكس بتاعته او مسكه الماوس نفسها مريحه جدا. يمكن انا مسكت الام اكس 3 اللي هو اللي بعد ده ب3 اجيال او حاجه زي كده، لقيتهم رفعوا الماوس شويه ومسكته ما بقتش مريحه زي الماوس ده. وكمان عندنا حته الفري سكرول ويل، السكرول ويل دي بص تتحرك فري جدا، عشان لو عايز تعمل سكرول لصفحه طويله قوي تعملها بدون اي مشاكل، تعملها كده وبعدين توقفها من هنا. دي الفرمله بتاعتها. الماوس نفسه شكله شيك قوي باللون البرونزي اللي فيه ده. الصراحه انا عمري ما ندمت ان انا اشتريت الماوس ده. 1000 جنيه في 2016 استثمار لمده 7 سنين، مش هتشتري ماوس في حياتك تاني. تمام. ندخل بقى على الاجهزه. دلوقتي اتكلمنا على الكيبورد والماوس والكلام ده، ندخل على الاجهزه. اللابتوب ده انا شاريه تقريبا 2018، ومن 2018 الحمد لله ما عملش معايا اي حركه، الا ما عملش معايا اي حركه قرع كده، فاهم؟ اللابتوب شغال بكامل قوته الحمد لله يعني. اللابتوب ده هو ال HP Pavilion Gaming 15، كان ساعتها امكانياته حلوه جدا، يعني مثلا جايب بروسيسور انتل كور i7 جيل 8 من فئه الاتش. عندنا الكارت الشاشه انفيديا 1650 تي اي تقريبا انا مش فاكر، او 1660 تي اي انا مش فاكر قوي امكانياته. فاللابتوب ده اصلا من اسمه هو لابتوب جيمنج. انا كنت جايبه عشان اعمل عليه مونتاج كده، لو انا مثلا بره، لو انا في كافيه، لو انا مسافر، لو انا في اي حته اعمل عليه مونتاج بدون اي مشاكل. بس بعد ما جبته اكتشفت ان شاشه اللابتوب ده مش افضل حاجه الحقيقه، يعني الشاشه بتاعته هي فول اتش دي بس الالوان بتاعتها رديئه، زوايا الرؤيه مش افضل حاجه الصراحه. فهي بتنفع للجيمنج مثلا لو انت هتعمل جيمنج على اللابتوب ده، او لو هتعمل شغل عادي. اللابتوب ده لابتوب بص زي ما بيقولوا حمار شغل ما شاء الله. بنتي يعني ربنا يخليها لي عامله اللابتوب ده اللعبه بتاعتها، حرفيا بتمسك اللابتوب ده ترزعه في الارض واقعد اصرخ واصوت فيها وبتاع مش عارف ايه، بس ما علينا هعمل ايه يعني. بس حرفيا بتمسك اللابتوب ده تدمره. بصوا زي ما انتم شايفين عندنا خبطه هنا في سن اللابتوب من وقعه. طبعا الحمد لله ان اللابتوب حديد، هو بصوا الحديد اتنى من كتر ما وقع جامد. عندنا مدخل اليو اس بي سي ده كنت حاطط فيه كابل وراحت موقعاه برده، الكابل اخد المدخل نفسه، اخد البورت نفسها وراح نازل كاسر البورت اليو اس بي سي. عندنا خبطه هنا. بص اللابتوب حرفيا متدمر منها يعني، هنعمل ايه؟ ولكن غير كده لغايه دلوقتي اللابتوب شغال زي الفل الحمد لله. حتى البطاريه بتاعته بعد 5 سنين من 2018 ل 2023، 5 سنين بطاريه الحمد لله عاديه جدا، بتقعد تقريبا 4-5 ساعات لو انا ما اشتغلتش شغل تقيل قوي. يعني لو اشتغلت شغل تقيل بقى ساعه ونص، وده الطبيعي، ده اللي انا جايب منه اللابتوب ده. اصلا اللابتوب ده فئه متوسطه، هو مش لابتوب قوي جدا يعني. عندنا نور الكيبورد اللي باللون الاخضر ده انا بحبه جدا، والكيبورد نفسها بتاعته حلوه قوي وسهله ان انت تكتب عليها كده ومريحه قوي. التراك باد هنا زي ما انتم شايفين متقشره ومتدمره طبعا من الاستخدام بتاعي، يعني احنا بنتكلم في 5 سنين استخدام فاكيد هتقشر كده. ولكن غير كده زي ما انا قلت لكم اللابتوب ده حلو جدا لو حد عايز يفكر في حاجه زيه مستعمله. تقريبا سعره دلوقتي مستعمل 10000 جنيه 9000 جنيه. لابتوب بالامكانيات دي حلو قوي وهيفيدك جدا، بس لو انت مش هتعمل مونتاج تمام، لو انت هتشتغل عليه عادي، فاهم الفكره؟ عشان الشاشه بتاعته مش افضل حاجه. نروح للي بعده. طبعا فيديو زي ده عمري ما اسيبه غير لما اذكر هذا الموبايل.
الموبايل ده هو TCL 10 بلس. الموبايل ده الشركه بعتته لي تقريبا من 2020، يعني الموبايل ده بقاله 3 سنين، وحرفيا بنتي عاملاه جزامه لا مؤاخذه، يعني بص مدمراه، يعني فعليا مش نافع. بتمسكه كده تروح حاتفاه في الحيطه، فاهم، ردد لها تاني، تقعد تلعب بيه بشكل مهين جدا جدا. الموبايل طبعا حد هيقول لي طب خد منها الموبايل، خد منها اللابتوب، الحاجه دي مش رخيصه، ولكن انا لما باخد منها الموبايل بتقعد تصوت صويت مش طبيعي، فيعني ايه، خلينا يا عم ماشيين جنب الحيط، فاهم الفكره. ومع ذلك ومع التدمير اللي هي مدمره له ده، الموبايل شغال زي الفل، ما فيهوش اي حاجه تماما، غير مثلا البطاريه ابتدت ان هي تضعف شويه، البطاريه هنا ضعفت شويه. غير بقى الموضوع ده ان هو جايب امكانيات حلوه جدا جدا على سعره. الموبايل ده اولا فيه شاشه من نوع السوبر اموليد كيرفد، الشاشه منحنيه هنا، الاطراف لو بصيت كده هتلاقيها منحنيه اكنه فلاج شيب، والشاشه كمان الحواف بتاعتها رفيعه جدا. الموبايل ده ما كانش نازل بافضل معالج، انا مش فاكر المعالج ايه، خلينا نشوف. بص بقى يا باشا، المعالج هنا سناب دراجون 665، مش افضل معالج حتى في فئته السعريه لما كان الموبايل ده نازل، ولكن مثلا هنلاقي ان الموبايل ده جاي ب 8 جيجا رام، 256 جيجا ذاكره داخليه، وساعتها كان طفره جدا ان انت تلاقي موبايل فئه متوسطه، وكان نازل ب 4000 جنيه او حاجه زي كده، تلاقي موبايل ب 4000 جنيه 256 جيجا و8 جيجا رام، بيشحن من اليو اس بي سي، في سماعات ستيريو، موبايل رفيع، الموبايل شيك زي ما قلنا، الشاشه بتاعته كيرف اموليد وبتاع، الكاميرات بتاعته 48 ميجا بكسل، مش افضل كاميرات برضو في الدنيا. ولكن الغرض من الفيديو ده مش ان انا اقول لك ان ده افضل موبايل في العالم، الغرض من الفيديو ده ان انا اقول لك الموبايل ده بيتهان حرفيا، بيبص بيتمسح بيه الارض حرفيا، ولغايه دلوقتي شغال بدون اي مشاكل خالص. فانا بفكر مثلا ان انت لو لقيت الموبايل ده في حدود ال 4000 جنيه 4500 جنيه، الموبايل ده ما انتشرش قوي، لكن لو لقيته بالسعر ده هاته. موبايل زي ما انا قلت شاشه اموليد و256 جيجا و8 رام، وفي امكانيات حلوه جدا زياده، لان الموبايل ما هنكش معايا ولا مره من ال3 سنين انا بستخدمه موبايلي الاندرويد، ما هنكش معايا ولا مره. هو 665 بس TCL كانت عامله اوبتمايزيشن حلو جدا جدا ما بين الهاردوير والسوفت وير، وزي ما قلت برضو البطاريه بتاعته مش افضل حاجه، يعني بقت تقعد 3 ساعات 4 ساعات ولازم اشحنه تاني، تمام. TCL 10 بلس موبايل حلو قوي قوي. ومش هفوت الفيديو ده غير لما لازم اتكلم عن الايباد. الايباد ده هو 7th جنريشن او الايباد الجيل السابع، كنت جايبه من الامارات سنه 2019، فالايباد ده بقاله معايا 4 سنين تقريبا. في خلال ال4 سنين دول الايباد عمره ما عمل معايا اي حركه، الا برضه ده الثيم بتاع الفيديو، مش هقعد بقى اعيد تاني، خلاص عمره ما عمل معايا اي حركه، ده الهدف من الفيديو، تمام. وعموما مش الايباد ده بس، انا عندي ناس صحابي عندهم الايباد الجيل الاول، اول ايباد في العالم، ولغايه دلوقتي شغال بدون اي مشاكل، شغال تقعد تعمل كده، تقعد تقلب فيه شغال وسريع وما فيهوش اي حاجه. فالايبادز عموما او الايباد عموما هو مثال للديورابيلتي او الريلابيلتي، ان انت تقدر تعتمد عليه بدون اي مشاكل خالص، وبدون ما يحصل له اي حاجه، تعتمد عليه لسنين قدام. يعني بص ده بقى له 4 سنين وشغال سريع جدا، عمره ما هنج، عمره ما عمل اي حاجه، وده اللي بيميز الايباد بشكل عام. كمان بطاريته ما قلتش خالص، بطاريته الحمد لله بتقعد كتير، بتقعد 8 9 ساعات تقريبا في الحدود دي. هو بيشحن بطيء شويه، يعني ممكن ياخد مثلا 4 5 ساعات عشان يشحن، بس تمام. يعني ايباد جيل السابع حلو قوي. نيجي على السماعه دي. السماعه دي هي الاوبو انكو اير. بصوا انا كان معايا الايربودز برو، كنت بستخدمها يا عم وشياكه وبتاع ومش عارف ايه، وكنت جايبها غاليه جدا اصلا، كنت جايبها ب 5000 جنيه تقريبا اول ما نزلت او حاجه زي كده. السماعه دي ضاعت، تمام، ومن ساعتها قلت انا مش هجيب انا سماعات تاني وخلاص، ومش هستخدم انا سماعات تاني، لان السماعه عشان اجيبها تاني اصلا 5000 جنيه غاليه جدا، خلاص انا بدفع مره واحده بس، وتاني حاجه خلاص بقى انا فاهم زهقت. لغايه ما اوبو جت بعتت لي الاوبو انكو اير تقريبا في اخر 2020 تقريبا، حاجه زي كده يعني. فالسماعه دي بقى لها 3 سنين، ومن ساعه ما جت في خلال ال3 سنين دي انا ما بستخدمش غير سماعات الاوبو انكو اير، والصراحه سماعات تحفه. سيبك بقى من ان هي سماعات متوسطه من اوبو وسماعات رخيصه والكلام ده، السماعات ما فيهاش نويز كانسليشن، ما فيهاش اكتيف نويز كانسليشن، سماعه ما فيهاش حاجه فانسي قوي او حاجه جباره جدا نقعد نتكلم عليها يعني. ولكن الهدف من الفيديو برضو ان انا اقول لك ان السماعات دي ريلايبل جدا. مفيش مره فتحت غطا السماعه ورحت حاطط السماعات في ودني وما وصلتش بالجهاز. يعني بصوا دلوقتي عملت تريبن وصلت بالجهاز على طول، من غير بقى ما اقعد ادخل على السيتنجز واقعد اعمل كونكت للبلوتوث. انا عارف ان كل السماعات كده، عارف ان كل السماعات فيها سنسور ان انت اول ما تحطها في ودنك يعني توصل بالموبايل، بس انا جربت سماعات اغلى من دي بكتير جدا وكانت بتعلق، كانت مثلا بتعمل كونكشن 10 مرات صح كل ما احطها في ودني، والمره ال11 لا، لازم يا عم ادخل على السيتنجز بلوتوث وبعدين اعمل كونكت من اول
وجديد، او اعمل لها فورجيت اصلا واعمل لها كونكت من اول وجديد. السماعه دي من ساعه ما جت وعملت لها بير مع الجهاز عمري ما بحتاج اعمل لها كونكشن تاني، فاهم؟ هي دي فكره الفيديو، هي دي فكره ان انا اقول لك ان السماعه دي او الحاجه دي ريلايبل، الحاجه دي تعتمد عليها. السماعه زي ما انا قلت بقى لها 2-3 سنين بدون اي مشاكل خالص، صوتها حلو ان انت تسمع عليها مزيكا كده، فاهم؟ مش هقول لك افضل صوت في العالم، صوت المايك بتاعها حلو برضو، اللي هيكلمك هيسمعك بدون اي مشاكل. فانت لو عايز سماعات وايرلس ريلايبل تقدر ان انت تعتمد عليها فعلا كسماعاتك، يعني اوبو انكو اير. معرفش بقت بكام دلوقتي، 1300 تقريبا 1400. ساعه ما اتبعتت لي كانت ب 800، فاهم؟ متخيل انت 800 جنيه سماعه يعني عامله كده. مش هقدر افوت الفيديو ده غير لما اتكلم عن حبيبه قلبي الكاميرا دي. الكاميرا دي هي سوني A6300. الكاميرا دي نازله من 2016 وانا اشتريتها في 2018 تقريبا، اشتريتها مستعمله كمان، ما اشتريتهاش جديده. واللي انا شاريها منه كان بيستخدمها قبلي بسنتين، كان هو جايبها اول ما نزلت في 2016، انا شاريها 2018. الكاميرا دي بقالها معايا 5 سنين واكتر كمان، عمرها برضو ما عملت اي حركه قرعه الحمد لله معايا. تشحن الكاميرا، تفتحها، تدوس ريكورد، تصور لك الفيديو بجوده عاليه جدا جدا، بتصور 4K 30 فريم في الثانيه و1080p 120 فريم في الثانيه، وال4K بتاعها شارب جدا جدا، لان اصلا السنسور بتاع الكاميرا دي، يعني الحساس او السنسور بتاع الكاميرا نفسه 6K، بيصور بدقه 6K وبيعمل داون سامبلنج ل 4K طبعا عشان المساحه وعشان حاجات كتير قوي، فبتاخد فيديو بدقه 4K بجوده عاليه جدا جدا. زائد طبعا الاوتو فوكس بتاعها من افضل واسرع الاوتو فوكس اللي انت ممكن تستخدمه في الفيديو. الكاميرا دي مستعمله دلوقتي، انا لما بصيت عليها لقيتها في حدود 12 13 14 الف جنيه. انا شايف ان الكاميرا دي لو انت عايز تبتدي يوتيوب مثلا، عايز تصور فيديو، تعمل فيديوهات تيك توك بجوده خرافيه، انا شايف ان الكاميرا دي افضل كاميرا تجيبها في السعر ده حرفيا. يمكن حاجه تعبها مثلا لو انت هتبتدي يوتيوب ان انت لازم تجيب لها شاشه خارجيه، تبقى في شاشه كده تبص عليها عشان تشوف نفسك، عشان الشاشه بتاعتها مش بتتلف، يعني الشاشه بتاعتها اخرها كده بس بتطلع لفوق كده. الاي 6400 فيها شاشه بتتلف، ولكن الاي 6400 دلوقتي هتلاقيها عامله 22000 جنيه 23. انا مش متابع اسعار قوي، بس هتبقى اغلى من الكاميرا دي بكتير، لان الاي 6400 هي لسه نازله السنه اللي فاتت تقريبا او السنه اللي قبل اللي فاتت، فكاميرا حديثه. الكاميرا دي كاميرا قديمه وبتديك نفس جوده الاي 6400 عادي جدا. عندك ممكن توصلها مايك خارجي، تشحنها بالمايكرو يو اس بي عادي جدا، ساعتها ما كانش فيه تايب سي قوي يعني، فمايكرو يو اس بي تشحنها منها، بشاحن موبايل عادي جدا تشحن الكاميرا. عندك المايكرو اتش دي ام اي عشان لو عايز توصل شاشه خارجيه زي ما انا قلت. يعيبها البطاريه مثلا، البطاريه بتاعتها مش بتقعد كتير قوي، فانت ممكن تجيب لها بطاريتين 3 او تخلي معاك باور بانك على طول، توصل الباور بانك بالشاحن بتاعها وتستخدمها عادي جدا من غير اي مشاكل. كاميرا حلوه قوي الصراحه، انا بحبها قوي الكاميرا دي. تعالوا نتكلم عن البتاع ده بسرعه. ده دونجل او كونفرتر للماك بوك برو بتاعي. طبعا زي ما انتم عارفين الماك بوك برو هو ما فيهوش بورتس او ما فيهوش مخارج كتير قوي انت تقدر تستخدمها. في 4 يو اس بي سي بيدعموا ثاندر بولت 4، فدي حاجه كويسه، ولكن انا عايز اوصل عليه يو اس بي عادي، عايز اوصل عليه ميموري كارد، عايز اوصل عليه اتش دي ام اي، اعمل ايه؟ فهنا يجي هذا الجهاز. الكونفرتر ده او الدونجل ده من شركه ويف لينك، كنت جايبه تقريبا 2019، يعني بقاله 4 سنين. وصراحه اكتر اختراع عجبني او اكتر جادجت عجبتني جدا جبتها لهذا اللابتوب للماك بوك برو. هتلاقي هنا 2 يو اس بي سي بيتوصلوا بجنب الجهاز، واول ما توصلوا بالماك بوك او الماك بوك برو هتلاقيه كده واخد نفس الديزاين او التصميم بتاع الماك بوك برو عشان ما يشوهش المنظر، يعني لو انت قاعد في حته. عندك مخرج يو اس بي سي بيدعم الثاندر بولت 4 عادي، وعندك فول اتش دي ام اي، وعندك 2 يو اس بي 3.1، وعندك مخرج مايكرو اس دي كارد والاس دي كارد ريدر الكبير، ويو اس بي تانية عشان تشحن الجهاز وانت مستخدم البورتس دي كلها. فعندك بورتس كتيره جدا تقدر ان انت توصل حاجتك بالماك بوك برو. انا ما اعرفش الجهاز ده لسه موجود لغايه دلوقتي، اكيد في بدايل طلعت احسن منه بكتير، وبدايل فيها بورتس اكتر، وبدايل يعني بتديك امكانيات اكتر، ولكن الدونجل ده انا شاريه من 2019 وما عملش معايا اي حركه الا تماما باخده في السفر. لو انا مسافر سفريه شغل لازم اخد الماك بوك برو، ولازم اخد البتاع ده عشان اوصل بيه الكارد ريدر، اقدر ان انا اعمل ايديت على اللابتوب ده. فالويف لينك ده اختراع حلو قوي. وصلنا لاخر حاجتين معانا في الفيديو. نيجي بقى على الهاردات اللي انا بستخدمها. انا بستخدم سامسونج بورتبل اس اس دي تي 5. انا عندي الهارد ده 1 تيرا، وعندي 512 انا بسجل بيه، وعندي واحد تاني 2 تيرا. الهاردات دي انا جايبها مع الكاميرا دي اللي انا بصور بيها تقريبا جايبها 2020، فالهاردات دي بقى لها تقريبا 3 سنين. ريلايبل جدا جدا الحمد لله، عمر ما في هارد منهم عمل فورمات لوحده، عمر ما في هارد منهم مثلا ضرب او سقط
حاجه او عمل اي حاجه. نزل بعدهم التي 7 بس للاسف الكاميرا اللي انا بصور بيها اللي هي بلاك ماجيك بوكيت سينما 6K مش بتدعم التي 7، هي بس بتشتغل على التي 5. للاسف الهاردات دي غاليه جدا عشان اجيبها، يعني الهارد 1 تيرا ده تقريبا عامل 6000 جنيه ل 512 4500 جنيه، ل 2 تيرا عامل 8000 جنيه او 9000 جنيه دلوقتي، غاليه جدا ان انا اجيبهم. طبعا كانوا ارخص من كده لما جبتهم يعني، بس ما علينا. بس صراحه لو انت بتصور فيديوهات يوتيوب، لو انت بتصور اي حاجه، الهاردات دي ريلايبل جدا. الهارد الخارجي الثاني اللي انا بستخدمه هو من اي داتا، هارد عادي جدا ما فيهوش اي حاجه ولا اس اس دي بقى ولا اي حاجه، هو هارد عادي. الهارد ده زي ما انا قلت من اي داتا، الموديل بتاعه اتش دي 330 والهارد ده 1 تيرا. الهارد ده لو انا مسافر مثلا في حته، لو انا بايدت بره مثلا، لو انا بعمل اي حاجه بخزن عليه الفوتج بتاعتي. الهارد ده انا بستخدمه من 2018 يعني تقريبا بقاله دلوقتي 5 سنين وما عملش معاه اي حركه قرعه خالص. واكتر حاجه بتميز الهارد ده مش ان هو سريع ولا اي حاجه، هو بس في الرابر اللي هو محاوط الهارد من كل جهه، عشان لو الهارد ده وقع اتخبط اتدمر اتعمل اي حاجه فاهم ما يحصلوش اي حاجه. والهارد ده فعليا وقع مني كتير جدا جدا ما بيحصلوش اي حاجه عشان الرابر اللي حواليه ده. وبس كده، ده كان فيديو طويل شويه معلش، بس حبيت اقول لكم على كل حاجه انا بستخدمها بقالي 6 و7 سنين و3 سنين، وحاجات انا بستخدمها بقالي كتير قوي وما عملتش معايا اي حركات، الا ما عملتش معايا اي حركات بتاع باظت. طبعا في حاجات كتير قوي قوي استخدمتها وباظت مني واضطريت ان انا اغير وكده. ممكن اعمل لكم فيديو تاني عن الحاجات اللي ما تشتريهاش، يعني الحاجات او المنتجات اللي انت عمرك ما تشتريها، ما تقربش منها تماما مهما حصل. قولوا لي برده في الكومنتات لو انتوا عايزين الفيديو ده. ولو انت وصلت لغايه هنا فانت راجل زي الفل، انزل تحت في الكومنتات قول لي رايك ايه اكتر حاجه عجبتك من الحاجات دي، وقول لي برده تحت في الكومنتات ايه اللي انت بتستخدمه بقالك فتره كبيره جدا، اذا كان موبايل، اذا كان لابتوب، اذا كان اي حاجه تقدر ان انت تفيد بيها الناس. لان زي ما انا قلت في اول فيديو الحاجات الجديده غليت جدا، فانت مش شرط ان انت تزنق نفسك او تستلف او تعمل اي حاجه عشان تجيب الحاجه الجديده دي. في حاجات مستعمله ممكن تجيبها وريلايبل جدا والحاجه دي شغاله بشكل عادي جدا. انت ليه تروح تشتري حاجه جديده وتدفع دم قلبك عليها ما دام ممكن تشتري حاجه مستعمله وتبقى شغاله؟ فقول لي تحت في الكومنتات اذا كنت ترشح انت نفسك ترشح حاجه انت بتستخدمها بقالك كتير، وكالعاده هرد على كل الكومنتات تحت في الفيديو. والاهم اللي مزعل الناس كتير قوي مني، انزل اعمل سبسكرايب دلوقتي حالا واعمل لايك دلوقتي حالا للفيديو. عايزين نوصل مليون سبسكرايبر يا اخي، يا اخي ما تبقاش بخيل بقى. انزل اعمل سبسكرايب دلوقتي حالا وانت طالع اعمل لايك للفيديو ده لو عجبك، او لو ما عجبكش برضه هتعمل لايك. بس كده، كان معكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.